السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد مع قناة ربة بيت جزائرية. اليوم مع فيديو جديد اللي هو سمك البونيت اللي يعتبر من الأسماك الزرقاء. سمك رائع، شوية ناقص في البنة. باه نعزولو البنة تاعو والنكهة تاعو لازم نديرولو توابل ونديرولو صلصة حمراء، راح يجي بنين بزاف بزاف. هنا عندي 4 سمكات بونيت، نظفتهم، نحيت لهم الراس ونحيت لهم الأحشاء ورايحة نقطعهم مرصوات. كما نعرفوا سمك البونيت هو من الأسماك الزرقاء، وفيه فوائد كثيرة وفيه فيتامينات ومعادن وفوسفور. هو عنده فوائد بزاف بزاف كثيرة لجسم الإنسان. يقلل من مستوى الكوليسترول، يخفف الدهون الثلاثية، يحمي القلب من الأوعية الدموية ومن الأمراض المختلفة نتيجة لتدفق الدم. يحمي الجلد كذلك من الالتهابات والأمراض الصدفية والأكزيما، وكذلك حماية الرئة والشعب الهوائية من الالتهابات وعلاج الحساسية والربو. هنا سمك البونيط عنده فوائد كثيرة كثيرة، وكل حاجة بالفائدة تاعها، ما لازمش نستهونوا بها. ودائما كي نديروا حاجة لولادنا نعلموهم في الفائدة تاعها، وش راهم ياكلوا، وش راح يكتسبوا منها فائدة، هكذا ياكلوها ويستمتعوا ويعرفوا بلي راهم ياكلوا حاجة مفيدة وحاجة بنينة. هنا كما قلت لكم سمك البونيط شوية ناقص في البنة، ما يطيبش بلا توابل. يحب التوابل، يحب الصلصات الحمراء كصوص طماط، فلفل. هنا أنا درت له رشة ملح بعد ما قطعته. من بعد رايحة نقليه به يعطي ذيك النكهة تاع القليان. رايحة نقليه قبل أول حاجة، من بعد رايحة نديرو يكمل طيابو في الصلصة الحمراء. هنا درت له شوية ملح، شوية كركم، شوية فلفل حمر، وشوية كزبر، شوية زنجبيل، ثوم مرحي. التوابل هذه رايحة تعزز له البنة تاعو، راح تخلي البنة تاعو تبان، باسكو هو البنة تاعو ما تبانش هكذاك بلا توابل. كاين سمك يحب التوابل، كاين سمك لا. درت له ثاني شويه كزبر خضر مرحي. هنايا شويه زيت برك، ودرت له عصره قارص. ونخلط التوابل ديك، نحاول انني ندخلها في السمك. من بعد ضفت لهم كاتشب، صلصة طماطم جاهزة، راح تعطيها بنة وريحة تتحمر، تعطيها لون للبونيط تاعنا، وتعطيه نكهة هايلة كي نحمسوه. يعني اللي ما عندوش الكاتشب يقدر يدير لهم شويه طماطم مصبره ويحلها غير بشويه ماء، ويدير لها شويه سكر باه تجي بنينه. كما نعرفوا ساعات وين الطماطم مصبره تجي شويه حامضه، مي الكاتشب عندها بنه هايله، راح تعطي نكهه رائعه رائعه للبونيط، سورتو كي يتحمس، ولون هايل هايل هايل. بعد ما ندخلوا المكونات كامل في البونيط، نخلوه شويه هكذا يمتص البنه تاع التوابل هذيك ولا الصلصه، بنه تاع التوابل، باه يجينا بنين في الطياب. من بعد نرشوا بشويه فارينه ولا لا شابلور اذا حبيتوا، يعني اختياري، ديروا لا شابلور ولا الفارينة كيما تحبوا. التومه اللي متوفرة عندكم، تحبوا حتى تضيفوا الدقيق، تحبوا يجي هكذاك حرش و داير طبقة خشينة من الفوق، ديروا السميد عادي. من بعد رايحة نقليهم في شوية زيت. اللي ما يفضلش يقليهم يقدر يدير شوية برك زيت يحمسهم. من بعد راح يضيف الصلصة اللي وجدها. من بعد التحضير الصلصة استخدمت أنا حبات طماطم، فلوس ثوم، 1 فلفل، ورند ورقة رند، وطماطم مصبرة.
في نفس الزيت اللي قليت فيه البونيط تاعنا، درت مغرفة طماطم، درت جوا فلفل حار، والطماطم رايحة نبدا بها هي الاولى، به الصلصة تاع الطماطم تاعنا تجي حمراء وما تشهبش، تجي الصلصة تاعنا لونها باهي جذاب، العين تاكل قبل الفم. بهذه الطريقة راح تبقى لنا الصلصة تاعنا، انا نعتمدها يعني ديما نحط الطماطم هي الاولى باه تجيني الصوص تاعي حمرا. من بعد درت شوية كليل رايح يعطيها نكهة واو، النكهة راح تجي تهبل بالكليل والرند. الرند اذا كان عندكم مرحي من بعد تقدروا تضيفوا في الاخر. هنايا هاني رحيت الطماطم والثوم ودرتهم فوق الطماطم المصبرة والزيت اللي درناه المرة الاولى تاع البونيط والكليل والورق الرند، ونحاول اني نمزج المكونات كامل ونخليها تبخبخ في عقلها. صدقوني الطريقة هذه والله غير جي هايلة، يعني سهلة، ليه يوجد وبنينة والله يلبنا وش نحكي لكم، تجي هايلة. اللي يحب يضيف شوية زيتون اخضر يزيد للنكهة نكهة وبنة يضيف زيتون اخضر، اللي يحب يضيف لها اللي يحب يضيف لها حمص يضيف الحمص، اللي يحب يقلبها طاجين جلبانة، يعني تقدروا تضيفوا اي اضافات تحبوها وما تحبوا تكبروا البلات تاعكم. هنا اني درت شوية كزبر مرحي، وكملت نحركها باسكو لا لصقت لنا الطماطيش تاعنا الصوص هذيك رايحه تولينا مره، والجو هذاك رايح يتبدل اللي نحوسوا عليه حنايا. ديما نحافظوا على الصوص في الطياب تاعنا، اذا تحرقت لك غير شويه رايحه تبدل اللون الاحمر هذاك، وميم طون راح تعطي مروريه وراح تبدل النكهه اللي نحوسوا عليها احنا في الطياب. ديما نطيبوا على نار هاديه الصلصه تاعنا ولا طواجن اللي نوسعهم. بعد ما طابت الصلصه ونشفت كما راكم تشوفوا، درت قطع البونيط درتهم في الصلصه ونخليهم يزيدوا يطيبوا، يطلقوا الزيت تاعهم، يشربوا البنة نتاع الصوص هذاك، وتعطي نكهة وبنة ورائعة رائعة. يعني راح يجي طبق سهل سريع بنين مغذي، راح يعجب الأولاد الصغار يعجب الكبار، حاجة توجد ليه وبنينة هايلة. انا رفقت الطبق تاع اليوم تاع البونيط رفقته بالبطاطا، قليت حبات بطاطا على شكل دوائر ستفتهم في الصحن، من بعد ضفت عليهم لاصوص والبونيط هذاك من الفوق. طريقة التقديم راح تكون اختيارية لكل مرأة، لمستها الخاصة وإبداعها الخاص في تقديم أطباقها لأطفالها ولعائلتها والضيوفها، يعني كل واحدة تمد لمستها خاصة في التقديم. هاول الطبق تاعنا بعد موجود، شوفوا لاصوص هنايا جت عاقده تهبل. نحاول اني نهز لاصوص هذاك نضيفه فوق البونيط باه يزيد يشرب ويعطي شكل وبنة ولا اروع. بعد موجود الطبق تاعنا لذيذ جدا جدا جدا، قليت البطاطا على شكل دوائر ستفتها في الصحن، من بعد رايحة نضيف عليها صلصة الطماطم والسمك تاعنا، وندير عليها رشة كزبر ومعدنوس لإضافة النكهة والشكل الرائع الجميل في النهاية. كانت معكم ربة زويد جزائرية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالتعليق والاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. دائما مع الأطباق السريعة والسهلة، مرحبا بكم في قناتي. كن بلسمان إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثناء،
أي الجزاء الغيث يبغي إن هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. عد الكرام المحسنين وقسهم، بهما تجد هذين منهم أكرما. يا صاح خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثناء، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. عد الكرام المحسنين وقسهم، بهما تجد هذين منهم أكرما. يا صاح خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لا 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 لا.